سؤالي دوت والله ربنا يعلم ان هو مش جدالي، سؤالي ده لاني عايزه افهم بجد وعايزه اعرف. حضرتك كان ليك كذا فتوى، وكتير من الناس بيسالوا حضرتك عن البنوك الاسلاميه، وحضرتك قلت ان مفيش بنوك اسلاميه في مصر. طبعا. طيب يعني على الجهه الثانيه في شيوخ اجلاء اجازوا المعاملات مع البنوك الاسلاميه دي، وقالوا ان هي، واقدر اقول لحضرتك كمان اسمائهم. لا، ما انا عارفهم. لو شربوا السجاير احسن لهم من ما يكونوا شيوخ، كانوا بيجيزوا الربا يعني. لو كانوا يحتسون السيجار عن البنوك افضل لهم من ان يحلوا الحرام. طيب الشيخ الحويني كان ليه كلام ان يا اختي لا تسميني الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، انا اتابع لاحد، انا افعل الذي يقربني من الله. انت تريد تكوني مقلده؟ انا عايزه افهم. ما تسمعي الكلام، بس اسمعي الكلام. انت تريد ان تكوني مقلده، روحي قلدي من تشاء. لا انا مش عايزه اقلد، انا عايزه افهم. فتفهمي ما فيش بنوك اسلاميه في مصر ولا هي مذاهب. يا اختي الواقع يقول كده، الواقع فهم الكلام. الواقع لا تسمح قوانين البنوك بالتجارة والمكسب والخسارة لها. أنت تشاركي في واحد في تجارة يتاجر ويربح ويخسر، تتحملي في الخسارة ولك في المكسب. لكن واحد لا يتاجر من الأصل ولا يسمح له بالاتجار ويعطي فقط مبلغ زائد شهريا أو سنويا، ما هو ده ربا بعينه، ربا النسيئة. بس عجبك الفتوى عجبتك، ما عجبتكيش انت حرة، انا ما اجبرتكيش. لكن لا تلبسي على الناس، ما اسمحش لك انك تلبسي على الناس ايضا. نعم. لا تلبسي على خلق الله، الله يحفظك، تلبسي في مكان اخر.